معقولة؟ ده انتي ساكنة جنبي قوي. ده انتي عمارتك ورايا. ده او قدامي مش عارف، بس هو يعني ما تيجي نتكلم. ياه، اخيرا لقيتك. ده انا كنت بشوفك كل يوم في الشارع، وبس كان نفسي اتعرف عليكي ومش عارف اسمك انتي. كنتش اعرف ان اسمك انت اسمك ايه؟ ما شاء الله حضرتك يعني في قمة التألق النهاردة. البروفايل بيكتشر هايلة جدا. ويعني بعد اذن حضرتك كنت عايز اشقطك يعني. احنا ما نعرفش بعض بس انت وحشتيني. اه، ما اعرفكيش بس تعالي نتكلم. ايه ده، احنا بينا 15 كيلو بس يعني. ما تيجي نخس. حلوة 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 والله، يعني كانت المشرحة ناقصة قتلة. ما علينا. كنت عايز اتكلم في حاجة مهمة كده وعاجلة. الابليكيشن اللي معظم الناس دلوقتي بتستخدمه، ابليكيشن تليجرام، عمل اوبشن جديد. الاوبشن ده باختصار عمل نير باي سيكشن، بحيث ان انت تدخل على النير باي تشوف الناس اللي فاتحين حواليك تليجرام. تعرفهم بقى ما تعرفهمش وبتاع، لا خلاص انت بالصلاة على النبي كده انت الداتا بتاعتهم قدامك. طبعا الهدك الكبير جدا 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 في الموضوع ده ان احنا في مجتمع اصلا بيعاني من مشاكل كتير جدا في المعاكسات والتحرش والبلاوي الزرقاء اللي احنا بنحارب فيها كل يوم دي. وربنا يكون في عون البنات طبعا، هم اكتر ناس هيعانوا من الاوبشنز دي، ولكن الموضوع يتحل يعني حد هيسأل هيقول هل انا كواحد بستخدم تليجرام مضطر ان انا اتعك العكه دي يعني؟ مضطر ان انا تبقى صورتي وبياناتي قدام ناس معرفهمش حواليا في اي مكان، اي كلب بلدي معدي مشغل تليجرام على السمارت فون بتاعه يبقى عارف يوصل لي وعارف يتكلم معايا والكلام ده؟ الحقيقه لا، يعني مش مضطر انك تمسح الابليكيشن علشان تتفادى الموضوع ده يعني. طيب عايزين نحل الموضوع؟ ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. لا 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 لا، الموضوع بسيط خالص، بسيط خالص والله. هنفتح المنيو بتاعه الابلكيشن من على اليمين او من على الشمال على حسب انت عامله عربي ولا انجليزي. هتختار كونتاكتس، هيظهر لك الاوبشن بتاع دونت شو مي نير باي. اظن يعني على حسب ما افتكر ان هو كان اسمه كده. هتدوس عليه. هتدوس عليه وخلاص، انتهى. محدش هيشوفك من الناس اللي حواليك، محدش هيتطفل عليك، محدش هيدخل يعكسك، محدش محدش هيدخل يشوف صورتك اللي انت مش عايزه حد يشوفها، محدش هيتعدى على خصوصياتك. فاول ما تقفلي الفيديو ده او اول ما تقفل الفيديو ده وبتعاني من نفس المشكله، ادخل على الابليكيشن واعمل كده دلوقتي وكبر دماغك بقى. كبري دماغك بقى، واحنا حيلتنا ايه غير راحه البال يعني. وبس، خلاص كده انا خلصت.